بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معانا كتاب في ساعة، طبعا هو في دقايق، يعني احنا بنختصر بسرعة. الأغنياء والفقراء، هيج ويلز. ترجمة زكي نجيب محفوظ. زكي نجيب محمود زكي نجيب محمود 1943. طبعا الكتب المجلدات هربرت جورج ويلز في بروملي بمقاطعة كنت في إنجلترا 1886، من أسرة تقع من طبقات المجتمع في الدرجة الدنيا من الطبقة الوسطى. طبعا الكتب اللي هي الصفرة ديت لما بتتصور بتبقى ضعيفة جدا في الصور. مفكر يختصر نفسه في عالم الحس، اضطراب نفسه واضطراب تفكيره، فهو عالم فكري يهدي أوروبا المعاصرة. ويسوء أن يرى الأمم في العصر الحاضر متقاتلة متنازعة. ويختلف وولز وشو في طريقة التهكم، فشو يكفيه أن يسخر من المجتمع ليوضح لقراءه ما يريد، أما وولز فيضيف إلى ذلك تحليلا لعناصر المجتمع كأنه يشرحه ليبين ما فيه من أنسجة وخلايا، وهو يتغلغل في تحليله حتى يصل إلى الأعماق الغامضة من حياة الإنسان، حيث تعمل العوامل الاقتصادية والتقاليد في صمت وقوة، وحيث تكمن الغرائز والميول الطبيعية التي تدفع الإنسان إلى ما يعمل. إن الرسالة التي أداها بلزاك وزولا في فرنسا هي بعينها التي جاء وولز يؤديها في إنجلترا. وصف الدواء وصفه في وضوح لا غموض: والعلم والفكر ليس بالدافعين الوحيدين لروح الشعب. نيران العقل والواجب والحب، أقول أن هذه الأرض ومن فوقها تنزع إلى أمل واحد يطمح إليه كل شيء وكل إنسان، وهو أن تبلغ مرتبة تدنو من الكمال لتحقق وجود الله في الواقع. وأصابه بولز بعد التطور في أسلوبه، فقد بدأ بأسلوب هادئ مستقيم ثم أخذ يستوى عليه حماسة عنيفة. 38. زكي نجيب محمود. الأغنياء والفقراء وبينهم من عداوة موروثة. دراسة قصيرة في تحصيل الثروة. الممثلين ودراسة قصيرة. النظام الحالي لحياة الإنسان الاقتصادية مفكك غامض خطير. مثل مقالات الكتاب: جارة سبرتاكس. طيب نشوفه. حياة المرأة الصناعية. نساء يعملن في الدور وما يتصل بالدور، أخريات انتزعن العمل إلى العالم الخارجي. طيب كفاية عليه كده عشان مش شايف. شكرا يا عم ويلز.